السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ المحمرة. شايفين لونها ذهبي ازاي ومقرمشة من بره وفي نفس الوقت طرية من جوه، والصدر عندنا لحمته دايبة ومش بتشد خالص. وهقول لكم ازاي تطلعوا شوربة طعمها حلو، ممكن تحطي عليها ليمونة وتشربيها او نسقي بيها رز او ملوخية او اي حاجة بقى. تعالوا مع بعض نشوف الفرخة بتتقطع ازاي. الاول دي فرخة 2 كيلو وشوية تقريبا. هنحطها على القطاعة كده. هو دي قطعنا بستخدمها للفراخ والبانيه، والسكينة بتاعتنا تكون حامية. هنقطع الفرخة نصين وهنيجي من الوراك كده هوت من فوق ونروح مدخلين بيها السكينة ونقطع ونشيل بقى اي زيادات عشان ما تزفر لناش الشوربة. نيجي على النص التاني نقطع الجوانح، ونروح شايلين الرقبة بتاعتها، نخش من النص كده بالسكينة من ناحيتين ونشد الرقبة والصدر. ندخل السكينة في النص كده هوت عشان كل صدر يطلع معانا بحتة عظمة من الفرخة يعني وما يتهريش. يعني ندق بالسكينة كده عشان يطلع معانا الصدر سليم، وما نحاولش نهري الدهن بتاع الفرخة. برضو نشيل اي زيادات فيها، والحاجات اللي في الفوق ديت نشيلها برضو. خلاص كده الصدر طلع معانا. انا بحب اعمل الفراخ صبحة، اما بجيبها بعملها في يومها، لان لو اتركنت في الفريزر مش هتبقى حلوة في السلق وشربتها طعمها مش هيبقى احسن حاجة. فالاحسن ان احنا نعملها صبحة. كده انا غسلت الفراخ وهنقعها في ملح وليمون من غير خل. الخل هو بيبين زفرة الفراخ، ولا طحينة بقى ولا الكلام ده. هو يكتفي بالملح والليمون، بيضيع زفرة الفراخ تماما يعني. طحنا في الكبة بصلة وطماطمية مع ملح وفلفل اسمر، وغسلنا الفراخ من الملح والليمون وصفيناها، وعملنا فتحات بالسكينة عشان ندخل التتبيلة لجوه، ونمسك جزء جزء وندعكه بالبصل. ومعانا المية هنا في الحلة، اول ما تغلي نحط الفراخ. تمام. وندخل كده البصل بين الجلد واللحم بتاع الفراخ. انا مش بحب احط البصلة سليمة، بحب اضربها في الكبة احسن، لانها كده بتدي نتيجة احسن في طعم الشوربة وفي الفراخ. وهنحط فيها ورق لورا وحبهان. نخلص بقية الكمية. وتاني حاجة بقى ان انتي الشوربة او المية بتاعت الفراخ ما تزوديهاش، يعني يا دوبك تخلي الفراخ باينة من الحلة، عشان لو خاطر زودت المية كتير بتاعت الفراخ الشوربة طبعا هتطلع خفيفة معاكي ومش هتبقى حلوة. فاحنا عايزين الشوربة تقيلة عشان نعرف نسي بيها حاجة. هنا الفراخ خلاص كانت استوت النص الاولاني بتاعها. احنا بنطلع الاول الوراك بتاعتها عشان بتستوي بسرعة، ونسيب الصدور شوية عشان لحمتها تبقى دايبة. كده الصدور استوت معانا، هنطلعها من الشوربة. شايفين دايبة ازاي؟ منسيبش يا جماعة الفراخ في الشوربة بعد ما تستوي، عشان كده هتتهري معانا. هناخد بقى الشوربة ديت نصفيها ونسيبها على جنب تبرد. لو عايزين نخزنها في الفريزر نحطها في اكياس ونطلع وقت ما احنا عايزين. هنجيب الطاسة ونحط فيها شوية زيت، والتركة هنا بقى ايه؟ نص معلقة الدهن العجلي اللي انا قلتلكوا عليه في الملوخية. ممكن تحط نص معلقة زبدة يعني، بس الدهن ده هو بيخلي الفراخ في حتة تانية خالص. انا بستخدمه في معظم اكل يا جماعة، والله بيخلي الاكل تحفة تحفة يعني. هنحط الفراخ كده ونسيب الفراخ لحد ما تاخد لون من تحت. ما نحاولش نقلبها عشان ما تتهريش معانا. ممكن نلاقيها لزقت في الطاسة شوية عادي، هي بتفك اول ما بتاخد اللون. ونفضل واقفين جنبها عشان ما تتحرقش مننا. التكات بتاعتنا ايه النهارده بقى؟ ان الفرخه تكون صبحه، البصله نفرمها في الكبه وندعك بيها الفراخ. الميه بتاعت الفراخ ما تكونش كتير عشان الشوربه تطلع دسمه. نحمر الفراخ في معلقه زبده او معلقه الدهن اللي بقول لكم عليها. كده انا خلاص خلصت. الشوربه طلعت جميله اهيت، والفراخ طلعت لونها ذهبي ودايبه معانا. كان معاكم ساره. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واعملوا اشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.